السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل مع بعض القرص الفلاح الطرية، وهقول لكم ازاي نحتفظ بيها لفترة طويلة، نخليها طرية تفضل معانا طرية زي ما هي، وازاي تخلي لونها فاتح كده من جوه وهشة وطرية عاملة زي القطن. شايفين شكلها عامل ازاي؟ احسن من بتاعة المخابز، طعمها حلو جدا. وعملت منها طريقتين، السادة ودي سمسم وجواها سكر. ما شاء الله كان طعمها تحفة. تعالى اقول لكم طريقتها كانت عاملة ازاي. نقول بسم الله. انا هجيب نص كيلو دقيق، ده طبعا نص كيلو دقيق انا نخلاه، وهحط ربع كوباية سكر ونص كوب لبن، طبعا لبن رايب او لبن قاطع او لبن عادي، وكوباية الا ربع مية وكيس خميرة. ده اللبن بتاعي كان هو قطع مني، يعني هو قطع وانا قررت ان انا اعمل قرص مش هرميه. بس انت ممكن تستخدمي لبن رايب او لبن عادي، وتحطي عليه معلقة خل تخليه لبن رايب. وهحط الربع كوباية سكر وكوباية الا ربع مية، طبعا المية واللبن دافيين. وهحط الخميرة، المية واللبن دافيين عشان الخميرة تشتغل معانا. وهقلبها كويس جدا وهسيبها على جنب لحد ما تختمر وتشتغل معانا الخميرة. هوريكم شكلها لما الخميرة بتشتغل بيبقى شكلها عامل ازاي. هي كده هنركنها على جنب في مكان دافي، وهحط على النص كيلو دقيق ربع معلقة ملح، وهقلب الملح في الدقيق وهستنى لحد ما الخميرة تختمر. شايفين كده اشتغلت خلاص، عملت رغاوي على الوش كده فقاقيع. وهجيب معايا معلقتين سمنة كبار بدرجة حرارة المطبخ ومعلقتين زيت. ممكن نحط ربع كوباية زيت او نحط ربع كوباية سمنة، او ممكن نحط زي ما انا عملت الاتنين على بعض. هحط المقادير كلها، كمية اللبن والخميرة على بعض على الدقيق. لو انتي مش يعني ممكن نحط شوية شوية كل ما نحتاج اللبن نحط، بس انا استحرمت ان انا ارميهم، فقلت ان انا لو احتجت هزود دقيق احسن. هقلب كويس اللبن كده مع الخميرة مع الدقيق، هقعد اقلبهم شوية لحد ما المعلقة تتقل ومعرفش ان انا اقلب بيها، وهبتدي ان انا اشتغل بايديا. اهم حاجة دي نعجنها كويس عشان تبقى معانا طرية وجميلة. انا هبتدي كده ان انا اعجن بايديا. طبعا لو عندك عجان هيسهل عليك الدنيا. وبعد ما اعجنها مثلا حوالي دقيقتين او دقيقة، هبتدي ان انا اضيف السمنة بتاعتنا، المادة الدهنية، هنزل الزيت وهقلب وهقعد اعجنهم كده شوية. وبعد كده هبتدي ان انا انزل السمنة. القرص بتبقى جميلة جدا باللبن الرايب. لو عندك لبن قاطع ومش عارفة تعملي بايه، بيبقى حلو جدا في القرص دي، طعمها تحفة. اعملوها ومش هتصدقوا والله طعمها كان جميل ازاي. هنزل معلقتين سمنة كبار بدرجة حرارة المطبخ، وهبتدي ان انا اعجنهم تاني. بتعجني لحد ما العجينة بتبقى معاكي ملمسها ناعم خالص، مفيهاش اي تقطيع كده ولا اي حاجة، وتكون برضو مش بتلزق جامد قوي في ايدينا. انا بقلبهم وبعد كده هبتدي ان هي لقيتها بتلزق معايا، فهضيف عليها دقيق. شايفين هوريكم شكلها بتلزق ازاي. فهضيف معلقة دقيق واحدة بس، يعني انا هضيف واحدة واقعد اعجن. لو لقيت انها محتاجة دقيق تاني هضيف برضو كمان معلقة لحد ما القوام يظبط معايا. مش هحط الدقيق كله مرة واحدة عشان ما تنشفش مني او تبوظ، فبنحط ايه مقدار معلقة معلقة. هي لقيتها لسه بتلزق معايا فبرضو حطيت معلقة واحدة.
شايفين هي كده بتلزق، انا مش عايزاها التلزيقة دي كلها فيها، انا عايزاها عجينة طرية مش بتلزق قوي، ممكن تكون بتلزق حاجة بسيطة جدا طرية في ايدك، مش ماسكة نفسها ليها عرق جامد ولا بتلزق في الايد. هحط كمان معلقة، دي اخر معلقة، وهعجنها حوالي 5 دقايق. تفضلي تعجني لحد ما العجينة معاكي تكون ناعمة مش مقطعة او اي حاجة. ولو الدقيق زاد معانا هنحط معلقة زيت ونعجن. شايفين شكلها عامل ازاي؟ اهي بصوا مش بتلزق بس طرية في ايدينا، مش بتلزق خالص ازاي، ولا العجينة مقطعة وناعمة جدا. انا هسيبها تختمر حوالي ساعة ويتضاعف حجمها كله. هغطيها الاول وهحطها في مكان دافي. انا حطيتها على رخامة المطبخ وهسيبها حوالي ساعة. هنا كده اختمرت خلاص وتضاعف حجمها. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ هبتدي ان انا اقطعها واخلي الكور كلها قد بعض. لو انتي عندك ميزان بتوزني الحجم اللي انتي عايزاه، تقريبا 50 جرام كانت القرصة. او لو عايزاها اكبر بتعملي اكبر، بس انا هعملها صغيرة شوية عشان تبقى حجمها زي بتاعة الافران بالظبط. هبتدي ان انا اقطعها واكورها. لو ما عندكيش ميزان خلي ايدك ميزان تكوريها وتحسيهم ان كلهم قد بعض. طبعا ايدك وعينيكي هيبينولك الحجم مظبوط ولا لا. انا بلمها كده وبخليها مدورة. طبعا القرص دي تشربيها الصبح مع كوباية الشاي، على ما تخلصي اللي عليكي ولا تبتدي تعملي الفطار. حاجة كده طرية جدا وخفيفة، وأوفر طبعا كتير 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 عن بتاعة المخابز. هتوفر عليكي كتير. النص كيلو ده تقريبا هيرمي 18 ل20 قرصة مثلا يعني. شايفين انا كده عيني قالت ان اللي في النص دي كبيرة شوية، فخليتهم كلهم قد بعض. هحاول بايدي وبعناية ان انا اخد بالي ايه الكبير وايه الصغير. خلصت كده الكمية كلها. انا قلت من تقريبا دول 17-18 قطعة. انا مش عدتهم الصراحة، مش بحب اعد الاكل. وهسيبهم يرتاحوا تاني برضو كده، هغطيهم وهسيبهم يرتاحوا 10 دقايق قبل ما ابتدي ان انا افردهم. لو طبعا عايزينهم سادة او تحشيهم عجوة او تحشيهم سكر على حسب ما انت عايزة تحشيهم. احنا كده هسيبهم 10 دقايق يرتاحوا. وهنا بعد ما ارتاحت خلاص العجينة وتضاعف حجمها، هبتدي ان انا افردها كده في الصينية بايديا كده واضغطها ضغطة بسيطة. شايفين السمك واضح قد ايه بتاعت القرصة؟ مش رقيقة قوي، مش هتحتاجي نشابة ولا اي حاجة خالص. انت بايديكي هتبططيها وتفرديها. الصينية مش مدهونة، انا ما دهنتهاش ولا اي حاجة، والقرص مش هتلزق فيها، هتطلع معاكي خالص. اول ما تستوي هتلاقيها طلعت معاكي. والفرن احنا بنكون مسخنينه مسبق، يعني انا مثلا قبل ما تخلصي كده عجن وتفرديها بتسيبيها ترتاح تاني، ساعتها تشغلي الفرن عليها، تشغلي قصدي الفرن يسخن. انا هنا عملت القرص السادة، هعمل القرص المحشية سكر وسمسم. هفتح كده هعمل دورية، وطبعا بتحط كمية السكر اللي انتي محتاجاها. انا حطيت حوالي نص معلقة سكر، لو انت عايزة تحطي معلقة كاملة او اكتر زي ما انت عايزة، حرية شخصية.
والجزء اللي تحت اللي انا لفيته ده هو اللي هخليه على السكر يلزق في السكر في السمسم. شايفين هيلزق في السمسم من غير ما ادهنه اي حاجة. وهفردها في الصينية وهقعد برضو افردها بايديا كده شوية صغيرين، ابططها حاجة بسيطة، ابططها يعني كده. وده شكلها. في بيحطوا قرفة على السكر، بيقلبوا معلقة قرفة على السكر كده وبيحشوها. وفي بيحطوا السكر سادة، طبعا اللي عايز عجوة يعملها زي ما هو عايز. شايفين بلفها من تحت وبخلي الجزء اللي انا لفيته ده هو اللي عليه السمسم. ما تنسوش تعملوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة بتاعتي لو انتوا حابين. شايفين انا بفتحها بحط فيها السكر. انتوا اخدتوا بالكم ملمسك القرصة عامل ازاي العجينة بتاعتها؟ قفلتها وحطيت فيها السمسم. هغطيها برضو تاني وهسيبها ترتاح معايا حوالي 10 دقايق ربع ساعة على حسب ما تختمر معايا وتعلى. يعني انا اللي انا بططتها دي هتعلى تاني معايا، تتفرد كده تنفخ شوية. فهي بقى تختمر على حسب حرارة الجو بقى ربع ساعة او 10 دقايق. هوريكم شكلها. هنا بصوا اختمرت كده معايا، بس انا عمالة اوضح الصورة بس مش واضحة قوي. هي عليت كده واترفعت. دول لسه ما خمروش، هي التانية خمرت اسرع، اللي كان فيها السكر هي اللي خمرت. فانا هبتديها في الفرن. طبعا انا كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 200 وهسيبها تختمر. هي دي بقى كده لما اختمرت دي كده حجمها تضاعف، وهبتدي ان انا اسويها. بتاخد معايا تقريبا تلت ساعة او على حسب قوة الفرن بتاعتك. لا هشغل عليها شواية ولا اي حاجة، هي بتاخد لونها الجميل ده لوحدها. شايفين شكلها طلعت تحفة ما شاء الله. دي اللي بسمسم. بصوا عليت ازاي، سواها مظبوط، خدت لونها جميل، طرية جدا من جوه. تاني بقى خطوة المهمة جدا فيها ان انتي اول ما تطلعيها من الفرن تجيبي بخاخة مية وتبخيها. هي والله القرص دي ما كانت مستاهلة، بس انا زي عملتها زيادة اطمئنان وخلاص. بس طرية جدا ومش مستاهلة خالص ان انتوا ترشيها. هغطيها حوالي 5 دقايق وبعد كده هوريكم شكلها. شايفين ده شكلها النهائي، طرية خالص خالص خالص، جميلة جدا. لو انتي عايزة تعملي كمية، اول ما تبرد وتبقى دافية خالص كده تشيليها في الفريزر، حطيها في كيس وشيليها في الفريزر. وكل يوم قبل ما تاكلي طلعيها قبلها ب5 دقايق، هتفك وتبقى كأنها صبحة زي ما انتي عاملاها دلوقتي حالا. شايفين شكلها بالظبط زي بتاعة الأفران. لو مش هتاكليها كلها كمية مثلا النهاردة أو خلال مثلا يومين وعايزاها لسه صبحة زي ما هي، لفيها في كيس وشيليها في الفريزر. شايفين دي اللي محشية سكر. شايفين شكلها عامل ازاي، طعمها حلو جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.